بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وأشرف المرسلين. متابعي صفحة الإعلامي أمين نايت العربي عبر اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله. سنتحدث أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو عن الخبر الرسمي الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للفاف بانضمام أمين جويري نجم رانا الفرنسي إلى صفوف المنتخب الجزائري، واختياره المنتخب الجزائري بالرغم من المحاولات الكثيرة التي قام بها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لضمه في المنتخب الأول بعد الإمكانات الكبيرة التي يملكها هذا اللاعب الذي يملك سن أصغر مقارنة بباقي اللاعبين في المنتخب الوطني. إذن أمين جويري سيكون بمثابة الإضافة الحقيقية لتشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي يبحث عن لاعب يملك نفس البروفيل الذي يملكه أمين جويري، وهو اللعب في كل المناصب. أمين جويري بإمكانه اللعب على الرواق الأيمن كما بإمكانه اللعب على الرواق الأيسر، وهو يملك قدم يسرى سحرية، وساهم في الكثير من النتائج الإيجابية لناديه ران الفرنسي خاصة في الموسم الماضي. سنتحدث إذن أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو عن الإحصائيات الإيجابية التي يقدمها اللاعب أمين جويري مع تشكيلة ران خاصة في الموسم الماضي كما قلت، بالإضافة لنقاط قوة هذا اللاعب التي ستكون أيضا إضافة حقيقية للمنتخب الجزائري. إذن جمال بلماضي يمكن القول أنه فاز مرة أخرى، وفاز في معركة حصد العصافير النادرة في المنتخب الفرنسي للآمال، خاصة للآمال بعدما نجح في كسب ثقة حجام وشعيبي اللذان ضما إلى المنتخب الوطني في السابق، بالإضافة إلى الكثير من اللاعبين السابقين الذين ضموا وليقدمون إضافة في المنتخب الجزائري. إذن سنتحدث أعزائي المشاهدين كما قلت في هذا الفيديو عن الإحصائيات الإيجابية التي قدمها أمين جويري نجم ران الفرنسي. إذن أمين جويري هذا الموسم لعب 6 مباريات وسجل هدفا واحد. نحن في بداية الدوري الفرنسي، ويأمل اللاعب في حصد المزيد من الوقت فوق المستطيل الأخضر. أما بالنسبة للإحصائيات التي حصدها هذا اللاعب في الموسم الماضي، وهي من بين أكبر الإحصائيات الإيجابية التي حققها في مسيرته لحد الآن، هو لعبه ل 33 مباراة كاملة وتسجيله ل 15 هدف، بالإضافة لتقديمه ل3 تمريرات حاسمة. ساهم في الكثير من المباريات في تحقيق نتائج إيجابية. أما بالنسبة في منافسة الأوروبا ليج، فقد لعب أمين جويري مباراة واحدة مع ناديه ران هذا الموسم، إلا أنه شارك في 7 مباريات الموسم الماضي وسجل هدفين كاملين، بالإضافة لتقديمه ل3 تمريرات حاسمة. هذه إحصائيات إيجابية، وتؤكد أيضا أن هذا اللاعب كسب خبرة أوروبية مع المنتخب مع ناديه الفرنسي، وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة للاعب. في قراءة للإحصائيات التي يقوم بها أو التي قدم بها التي حصدها اللاعب، هو أنه في كل مباراة يقدم تمريرة حاسمة، لديه نسبة نجاح عالية في التمريرات الحاسمة مع ناديه ران الفرنسي، وهذا ما سيساعده حتما على تقديم الإضافة للمنتخب الجزائري. البعض يقول أنه قد يجد صعوبات كبيرة في الانسجام، وأنا شخصيا لا أرى أي صعوبة في الانسجام بالنسبة لهذا اللاعب أمين جويري لعدة أسباب، أهمها أن أمين جويري عندما سينضم إلى المنتخب الجزائري فإنه سيلعب مع لاعبين خريجي المدرسة الفرنسية على غرار سفيان فيغولي، رياض محرز، بالإضافة للكثير من اللاعبين شعيبي، حجام، جيتون. كل هؤلاء هم خريجي المدرسة الفرنسية، وأنا على يقين أن قضية الانسجام سيحققها في ظرف أيام، وسيتألق أيضا في المباريات التي سيشارك فيها في حال حصل على فرصته من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي.
شخصيا أرى أن انضمام أمين جويري إلى تشكيلة المنتخب الوطني خاصة في هذه المرحلة الحساسة بالذات هي يعني إضافة وفوز للاتحاد الجزائري بإقناع هذا اللاعب للعب للمنتخب الجزائري، لأنه يملك إمكانات كبيرة ويملك سن صغير، وهو ما سيتيح له حصد المشاركة، حصد الكثير من المباريات المقبلة. كما أن المنتخب الجزائري هناك أمر مهم جدا، هو أن المنتخب الجزائري في مرحلة بناء. الناخب الوطني يبحث عن تشكيلة جديدة قوية تنافسية، خاصة بعد نكسة كأس العالم أمام الكاميرون. يبحث عن تشكيلة قوية بوجوه جديدة يحقق الانسجام بها، ثم يدخل بها غمار المنافسة بداية من تصفيات كأس العالم في نوفمبر، وصولا إلى منافسة كأس إفريقيا في جانفي المقبل. إذن أمين جويري يمكن القول أن المنتخب مبروك للجزائر، هذا اللاعب الكبير، هذا اللاعب الذي يملك إمكانات كبيرة، في انتظار ما سيقدمه مع المنتخب الجزائري. أيضا الناخب الوطني تحدث في الكثير من التصريحات وأشاد بهذا اللاعب قبل أن يؤكد أنه انضم رسميا للمنتخب الجزائري في الأسابيع الأخيرة. أيضا بالرغم من ذلك إلا أن الطرف الفرنسي يعني سعى بكل الوسائل من أجل فرض ضغط على هذا اللاعب، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها المدير الرياضي لنادي ران، عندما أكد أن أمين جويري لم يختر لحد الآن المنتخب الذي سيمثله مستقبله. وأظن أنها تصريحات من أجل الضغط على اللاعب، خاصة في هذه الفترة الحساسة، قبل أن يمنح اللاعب الموافقة الرسمية والإعلان الرسمي الذي كان اليوم الثلاثاء. الموافقة الرسمية كانت من قبل، ولكن الترسيم والإعلان الرسمي كان اليوم الثلاثاء. اللاعب نشر تغريدة له عبر حسابه انستغرام، بالإضافة إلى الاتحاد الذي نشر أيضا فيديو في المستوى، فيديو تقديم رائع في للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي نشر يعني فيديو أعجبني كثيرا. هناك شبان يعملون في الاتحاد الجزائري، نتمنى لهم التوفيق ونتمنى منحهم المزيد من الفرص في المواعيد المقبلة. يقومون بعمل رائع، وجه لهم تحية خاصة لخلية الاتصال وخلية تركيب الفيديوهات التقديمية وتركيب فيديوهات تقديم المباريات للاتحاد الجزائري. يعملون عمل جميل جدا ويؤكدون مرة أخرى عن احترافيتهم. إذا كان هذا فيديو بخصوص قدوم أمين جويري الذي انتظرناه كثيرا، نظرا لأننا نتابع الدوري الفرنسي ونتابع أغلب مباريات الدوري الفرنسي، ونعلم جيدا أن هذا اللاعب سيقدم إضافة كبيرة للمنتخب الجزائري. نتمنى له التوفيق ونتمنى النجاح للمنتخب الجزائري، ونتمنى له تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة الحساسة التي تنتظره، بداية من تصفيات كأس العالم وصولا إلى كأس إفريقيا التي نتمنى أن تكون من نصيبنا بحول الله. نتمنى أيضا أن نكون قد قدمنا إضافة رياضية لكم أعزائي المشاهدين في هذه الصفحة عبر اليوتيوب. تحية طيبة لكم ولكل أحبائكم، نتمنى أن نكون في حسن ظنكم. نلقاكم في مواعيد مقبلة وفيديوهات مقبلة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.